الحبه ب 500، لاروش على بالي كامل عرفتوها. هاد الحلوه اللي كنا نشروها غير ب 500 في صغرنا. السلام عليكم، جيتكم اليوم بلاروش. الحلوه اللي كنا دايرين بها حاله في صغرنا كانت تباع غير ب 500، اليوم جبتها لكم بدو ميثود، وحده اقتصاديه وحده شويه سهله ماهله وبنتها كالعاده لهبات الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها كما قلت لكم، انا حنخدم لكم دو ميثود، وحده بلافاني وحده بالشوكو. على بها ديت زوج باكيات تاع بسكوي مون، واحد فوغي وشوكولا، واحد فوغي الافاني. رحيتهم بين زوج، واحد حطيته في ريسيبيون والاخر ثاني رحيته حطيته في ريسيبيون واحد اخر. وزدت رحيت باكي غوفريطو شوكولا، ضفتو للبسكوي اللي كنت رحيته وشوكولا. هنا دوبت 150 غرام تاع الزبده، من الافضل تكون زبده ماشي مارغارين. قسمتها عليهم لي دو بهذه الطريقه. بعدها نجي ندخل مليح هذيك الزبده مع هذاك الكاطو. بالنسبه لهذا تاع لافاني طميتو انايا بزوج مغارف كبار تاع لا باتا تاغتيني تاع البندق اللي تجي بيضه، ديروا منها غير زوج مغارف راح يكفي. القوام لازم يكون مرمل شويه، نتوما غير تشدوه بيديكم راح تحصلوا على كره. وبالنسبه للبسكوي وشوكولا لميتو بثلاث مغارف كبار تاع العسل. كيما شفتوا القوام تاع لاباط لازم تجي تفتت شويه، غير تشكلوها كرات وتحكم روحها. شكلتهم بهذه الطريقه. الحبه وزنتها 35 غرام. كيما هذه او شوكولا شوفوا شكلتها بهذه الطريقه. كان عندي سلسو صغير ضغطت عليه مليح باش يخرج لي الحواف حادين. وتاع لافاني شكلتهم على شكل كرات. هنا نجي نغلاصيهم لاباطا غلاصي اللي كنت دوبتها اولي وضفت لها شويه تاع الزيت. تحبوا تزينوهم ولا تخلوهم سابل كيما تحبوا، وتقدموهم وبصحتكم.